ما زال نادي الإسماعيلي صنبا القرى المصرية في موقف صعب، فقد تعادل اليوم مع نادي طلائع الجيش بملعب طلائع الجيش. على الرغم من أن الإسماعيلي أوقف مسلسل الهزائم إلا أنه ما زال في مؤخرة الجدول، وبعد اليوم بعد أن تعادل تقدم لطلائع الجيش في هذه المباراة كريم طارق في الدقيقة الخامسة، سجل أول أهداف اللقاء، لكن اللاعب التونسي فراس شواط لاعب النادي الإسماعيلي استطاع أن يتعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي والذي حصل على أفضل لاعب في هذه المباراة تصدى لركلة جزاء من أحمد سمير في الدقيقة 79 من اللقاء، أو دقيقة تعتبر 34 بداية الشوط الثاني. خسر الإسماعيلي آخر مباراتين من قبل أمام حرس الحدود والمقاولون العرب قبل أن يتعادل اليوم، وسوف يلعب مباراته القادمة في أسوان وهي تعد مباراة صعبة. رفع الإسماعيلي رصيده إلى 8 نقاط وما زال في المركز الأخير تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش بقيادة مديره الفني محمد يوسف إلى 14 نقطة وهو في المركز 11.